السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي كانت دايما بتسألني عايزين اسعار شاليهات بورسعيد، النهارده وفي الفيديو ده جايبه لكم اسعار شاليهات قرية دولفين بيتش. جبت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده القرية نفسها، جبت لكم حمامات السباحة ان في 3 حمامات، وجبت لكم مواعيد الدخول واسعار الدخول وكل ده. النهارده بقى هنعرف اسعار شاليهات قرية دولفين في بورسعيد. هجيب لكم كل الاسعار، وكمان هسيب لكم التليفون عشان اللي عايز يحجز وطريقة الدفع، كل ده هتعرفوه في فيديو النهارده. قرية دولفين موجودة في محافظة بورسعيد، شارع 23 يوليو، مول سيتي مول، معروفة جدا. وجبته لكم في الفيديو اللي قبل كده، اللي ما شافش الفيديو يا جماعة يرجع له تاني عشان تعرفوا برضو اسعار الدخول لحمامات السباحة والمواعيد. كمان هعرفكم برضو ازاي طريقة الحجز للشاليهات. انا اسمي كريمة علي حسن، ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوفوا القناة، اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تعرفوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا. 3 حمامات وادي الشاليهات 12 شاليه. هسيب لكم رقم التليفون، اللي عايز يتصل يحجز قبل ما يجي يقعد له يوم 2 براحتكم خالص، واقول لكم ازاي بكام الفلوس وطريقه الدفع ازاي. تمام كده. دي قريه دولفين. احنا بالنهار. انا مستنيه حد بس يجي يفتح لي الشاليهات عشان اوريها لكم هي من جوه عامله ازاي ومساحتها قد ايه. بس انا برضو قلت افرجكم على القريه للناس اللي ما شافتش الفيديو اللي قبل كده، تشوفوا حمامات السباحه وتشوفوا مساحه القريه قد ايه. بقول لكم من هنا ومن هنا عشان تعرفوا ان كل الشاليهات بص على حمامات السباحه. تمام ولا ايه؟ احنا كده دي الشاليهات اللي في دولفين. هنشوف اول حاجه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، وادي البيضاء قدام حمام السباحه على طول. نشوف اول واحد معانا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هنشوف اول واحد معانا اهو، 3 سراير. تمام. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم على الريحه عامله ازاي، اول ما تدخلوا كده تشوفوا المنظر ده عامل ازاي. عايزه اوريكم كل شاليه عامل ازاي بالظبط. طبعا الدولاب، الثلاجه، مطبخ. يعني هو المقصود ان انتوا لو لكم معاكم حاجات عادي هتستعملوها عادي. ماشي. طبعا الحمام، انا ممكن افتح الحمام. طبعا الحمام ماشي. ده الحمام كل حاجه، الكتل بكوبايه الشاي، المطبخ، الثلاجه، السراير يا جماعه، كومودينو. هنا 3 سراير. تمام كده. عايزين نجيبها كلها على بعض. عايزه اوريها لكم كلها على بعض عامله ازاي. هي مش هتنفع تيجي على بعضها كده، دول 2 وهنا في 1، الا اذا بقى جينا كده. بصوا يا جماعه، 3 سراير. السراير اهي كده 3. تمام. هنعرف الاسعار وهنعرف كل حاجه دلوقتي. احنا في قريه دولفين، الشاليهات الارضي اللي على حمام السباحه على طول، على حمام السباحه على طول. شايفين المنظر عامل ازاي. احنا بنصور بسرعه عشان قبل ما الناس تيجي. طبعا تلفزيون وتكييف، الناس بتسال اهم حاجه التكييف طبعا في الصيف ده. ماشي. هنعرف الاسعار وهنعرف كل حاجه. ماشي. تمام. ده اول واحد شفناه. ده رقم كام ده؟ 9. 109 يا جماعه. دي الحاجات اللي الارض، دي الشاليهات الارض كلها
ماشي. ده 3 سراير على حمام السباحة على طول، شايفين؟ على حمام السباحة على طول. هنشوف حاجة تانية. ماشي. هنا دي كل الشاليهات اللي في دور الارض يا جماعة. بحاول اوريها لكم. احنا كده الصبح طبعا، احنا جينا الساعة 11 الصبح. قالك قبل ما الناس تلحق تيجي، لان في ناس بتغادر الساعة 10 وناس مكانها بتيجي، فاحنا جايين بدري عشان نلحق الاوض الفاضية قبل ما الناس تيجي. تمام. هنشوف برضو واحد تاني. الناس طبعا ناشرة غسيلها اهو. هنشوف واحد تاني. حلو قوي منظر الشاليهات ده اصلا الصراحة. تمام. كمان واحد اهو. ده اكبر بتهيألي شوية. ماشي. بصوا بقى، شايفين كده؟ ده اكبر شوية برضو 3 سراير، بس هنا في كنبة بتتفتح. سرير بتاخد 2، الأوضة دي بتاخد 6 أفراد. خلاص. الله، ده في كنبة كمان اهو، والدولاب. معلش يا جماعة، انت هتلاقوني بصور بسرعة عشان ايه؟ الناس عايزة تدخل اوضها واحنا بنلحق نصور قبل ما يدخلوا. ما صدقنا بس اللي كانوا موجودين خرجوا، واحنا ايه بنصور تاني مكانهم قبل ما الناس التانية تيجي. كله كده. شايفين ده واسع شوية ده كده. ادي الكنبة اهو، انا واقفة جنب كنبة وال3 سراير، وفي كنبة تانية، والمطبخ هناك اهو، وطبعا برضو التلاجة الصغيرة، التكييف. الناس بتسأل على التكييف، التلفزيون. تمام. المطبخ ده مفتوح شوية، مفتوح خالص. ماشي. وبرضو التواليت اهو. خلاص كده. والريموتات بقى موجودة بتاعت التلفزيون طبعا، وبتاعت التكييف. الأوضة دي يا جماعة بتاخد 6 أفراد، أكبر شوية من الشاليه اللي شفناه قبل كده، بس أكيد ده بسعر وده بسعر، وهنعرف الأسعار دلوقتي. برضو حلوة، عجباني الأوضة دي. وبرضو في أبليكات نور اهي فوق، غير طبعا السبوتات اللي في السقف. الستاير. بحاول أجيب لكم يا جماعة كل حاجة في قرية دولفين. احنا في قرية دولفين في بورسعيد، شارع 23 يوليو، مول سيتي مول. في سيتي مول. تمام. شايفين اهو بحاول اجيب كل حاجة. تمام كده. وانا اعرف سعرها طبعا. مراية، تلفزيون، الدولاب. عجبني اوي شكل الدولاب ده، حلو. تمام. الاوضه دي واسعه، شايفين اني بتحرك فيها براحتي شويه. الاوضه دي واسعه يا جماعه، الاوضه دي واسعه شويه. هنجيبها على بعضها. ادي الكنبه، ال3 سراير. ماشي. الكنبه التانية، المطبخ، الحاجات كلها بقى، التكييف، الدولاب، تلفزيون، كل ده. حلوه الاوضه دي. هعرف لكم برضو الشاليه ده رقم كام، عشان اللي عايز ياخده برضو يعرف يحجز بالتليفون ولا حاجه، يكلمهم ويحجز بالتليفون. تمام. يلا هنطلع اهو. يعني عندك 104 ده رقم كام؟ 105. 105 يا جماعه. ماشي. وطبعا بره في قاعده. بص اللي هناك بره في قاعده. كل الشاليهات على فكره بره لها قاعده كده. ماشي اهو. تمام كده. شفنا شاليهين، واحد صغير شويه بس برضو 3 سراير، وواحد التاني 3 سراير وكنبتين بياخد 6 افراد. 105. تمام. برضو الفيو هنا على حمام السباحه على طول. انا بحاول اجيب لكم على حمام السباحه على طول. طبعا شايفين الناس اللي هي ايه بتنزل بقى البسين، تنزل البول طول اليوم، وبالليل برضو مفتوح بالليل. ودلوقتي بقى هعرفكم اسعار الشاليهات. الشاليه الصغير اللي هو 4 افراد اللي شفناه في اول الفيديو ده ب900 جنيه، 4 افراد ب900 جنيه. الشاليه التاني اللي هو 6 افراد اللي هم كانوا 3 سراير وكنبتين برضو بيتفتحوا سراير، ده 6 افراد ب1250 جنيه في اليوم. وهسيب لكم طبعا ارقام التليفونات في
في اخر الفيديو عشان اللي حابب يتصل علشان يحجز قبل ما يجي وتعرفوا في اماكن ولا لا. وده كان المكان بتاعنا النهارده. اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.